مصر شريط وادي النيل ده كله ما حصلش عليه تجمع سكاني الا 5000 قبل الميلاد. انت واعي للكلمه دي؟ مع ثقافتنا قاده والبداره في اسيوط والفيوم. فما تقوليش اصل هو يا دكتور اشرف انت زعلان ليه؟ ما هو برضه بيقول ان هم مصريين. هم مين؟ هم مين اللي مصريين يا راجل؟ يا اللي وعيك قد كده انت بيضحك عليك. واحد يقول لك ايه انت مالك محموق كده؟ طب ما انت مادام انت يعني فقيك قوي وعلامه قوي، ما تقول لنا يا عم الهرم الاكبر ده اتبنى ازاي؟ بلاش تعالى قول لنا التابوت من توابيت السرابيوم دي اتعمل ازاي؟ طيب بص، انا بفرض عشان ده سؤال في منتهى الغباء، منتهى الغباء، سوري ليه يعني، ما اسف يعني. عدم معرفه الكيفيه ما تساويش عدم معرفه الفاعل. انا ما اعرفش، او فلنفرض انا ما اعرفش عملوا توابيت السرابيوم ازاي، مش هعمل زيها. بس ده مش معناه ان في حضاره مفقوده بمنطقيا وعلميا بتاع العلم. ده شيء تاني. ما تخلطش الاوراق. المتلقي ساذج، المتلقي غير واعي. ما تقولش اصل في ملك مسح اسم ملك تاني يبقى عاد استعمال. ده موضوع تاني خالص، ده صراع سياسي. انما موضوع اعاده استعمال حضاره بالكامل دي سرقه. انت بتروج للخرافه، دي جريمه. معظم الناس غير واعي، ما عندهمش مصفى يقول لك ده ممكن، ده منطقي وده غير منطقي. هو يؤمن بشخص ياخد كل حاجه بيقول. وسيم السيسي بالنسبه له شخصيه لذيذه، يؤمن باي حاجه يقولها. انا عايز اوضح الاول بس ان الدكتور وسيم السيسي صديق شخصي، انا اعرفه من سنين، وفي بينا لقاءات وسجلنا انترفيوهات وعملنا بودكاست مع بعض. هو انسان لطيف جدا على المستوى الشخصي. ولكن يعني كانت في ندوه عملها زي حواس، واستضاف فيها، يمكن معظم الناس شافتها، واستضاف فيها وسيم السيسي عشان بس يعني قبل ما يتقدم بالشكوى دي، عشان يقول له بطريقه وديه كده انت ايه اللي بتعمله ده؟ ايه التخاريف دي؟ ما تحترم العلم، احترم علم الاثار. ووسيم السيسي قال لهم فعلا انا مش متخصص، ودي اراء شخصيه، وسامحوني ومش سامحوني بتاع. المهم مش ده اللي اثار انتباهي في الندوه. اللي اثار انتباهي ان بعد ما مشي الناس كلها ابتدت تبقى في فتحوا باب الاسئله، او الناس تطلع طول انطباعاتها. طلعت واحده راحت ماسكه الميكروفون خطفاه وبتقول للجمهور اللي قاعد وسيم السيسي تقول لهم انا عايزه افهم ايه افضل لنا، في احسن لنا احنا كمصريين، ان يتقال على الهرم مصنع طاقه ولا مقبره؟ ايه افضل؟ بص شوف وصل يعني دي النتيجه المباشره لنشر الخرافه. ما ينفعش انك تنقي لاجدادك وظيفه غير وظيفه اللي هم اقروها للاثار بتاعتهم. هم حددوا ان مثلا تبقى دي اثار جنائزيه. معظم مصر القديمه كلها اثار جنائزيه، سواء انت رغبت ام لم ترغب، سواء اعجبك الموضوع ام لم يعجبك، whether you like it or not. كل التراث المصري القديم تراث جنائزي، مقابر وغيره، مقابر، برديات، توابيت. احنا كل تراثنا توابيت ومقابر ومعابد جنائزيه. ايه رايك؟ دي ما انتش واصله لك، ما انتش فاهم دوت، يبقى انت مش مصري. تروح هي واقفه تقول له ايه افضل لنا، ان احنا نقول على الهرم ده مقبره ولا مصنع طاقه؟ شوف حاجه جميله، مصنع طاقه، حاجه شيك، حاجه فيها تكنولوجيا. ايه التخلف ده؟ ايه الضحاله الفكريه دي؟ بص الناس وصلت لمرحله، بص الناس لما اتعبت من فرضيات ونظريات التاريخ البديل اللي بيروج ليها واحد زي احمد عدلي وواحد تاني زي الدكتور وسيم السيسي. شوف الناس وصلت بايه؟ الناس كفرت بالعلم، الناس كفرت بالتاريخ، الناس كفرت بالدليل الاثري، كفرت بالدليل الاثري وامنت بالخرافه. طب ايه الخطوره في مزاعم التيار بتاع الحضاره المفقوده؟ ايه الخطوره في كده؟ يقعد يقول لك انت يعني مضايق نفسك ليه؟ ايه يعني ايه اللي هيحصل في الدنيا؟ ايه الخطر في كده؟ انت لما تسرق لانجاز الحضاري من المصريين القدماء، بمعنى ايه؟ لما يبتدي الناس بدل ما تقول ان المصريين هم طوروا العماره الحجريه، هيقولوا ايه؟ بدل ما يقولوا المصريين ابتكروا، هيقولوا ايه؟ ان المصريين حطوا ايديهم، وضعوا ده وضع يد، زي ما بيقول احمد عدلي اعاده استعمال. وده تعبير في منتهى الوقاحه، في منتهى القسوه. اعاده استعمال، وضع يد. يبتدي يدلل، يقول لك ما في تماثيل وجدت مثلا ومكتوب عند في المتاحف ان تم اعاده استعمالها عن طريق ملك اخر. ده موضوع تاني خالص.
كون يبقى في غيرة او في طار او في صراع على السلطة، في ملك كان عايز ياخد وملك اتقتل، ده كلام وارد. المؤامرات والوصول الى سدة الحكم او كرسي الحكم وانك تشيل اسم واحد تحط اسمك، ده عادي. انما البصمة الفنية يا باشمهندس، البصمة الاثرية كلها متسقة. طب ما هو حتشبسوت اتمحت من تاريخ وظهرت تاني. اخناتون ما كان معروف ان هو المهرطق، ما هم لعنوه وشالوا كل اسمائه وكل اثاره، والمدينه بتاعته الاخيتاتون دي اللي في تل العمارنه ما كانت مهجوره. ده شيء تاني. ما تخلطش الاوراق. المتلقي ساذج، المتلقي غير واعي. ما تقولش اصل في ملك مسح اسم ملك تاني يبقى عاد استعمال، ده موضوع تاني خالص، ده صراع سياسي. انما موضوع اعاده استعمال حضاره بالكامل دي سرقه، انت بتروج للخرافه، دي جريمه. وبعدين واحد تاني يقول لك ايه، لما ابتدي انا بقالي سنه عمال انزل حلقات عن مزاعم المدرسه دي او الطيار ده، مش عايز اقول عليه مدرسه، طيار الحضاره المفقوده والتكنولوجيا المفقوده، يروح الناس يردوا عليا يقول لي ايه لما اقول لهم حرام ان انت تخطف الانجاز المصري دوت وترميه للمجهول، ده بتاع ده ميراثي، ده ميراث جدي. يقول لي يا دكتور اشرف انت زعلان من ايه؟ ما هو برضو الباشمهندس ما بيقولش ان هم مش مصريين، برضو مصريين. يعني يقعد مع ارماندو مي والناس الايطاليين يقول لك المصري الحضاره المصريه دي المنجزات بتاعتها الاهرامات والتوابيت وكل ده دي راجعه ل 36,000 سنه قبل الميلاد. الجمهور الواعي الغير واعي سوري، الجمهور الغير مدرب، الجمهور الغير مثقف، الغير دارس التاريخ، ما عندوش وعي تاريخي، يصدق. ده في ناس مصدقه ان 80,000 قبل الميلاد. انت عارف 80,000 دي كانت فيها ايه ولا ما فيهاش ايه اساسا؟ انت عارف 36,000 اللي المدرسه الايطاليه جايه تقنع بيها وسيم السيسي واحمد عدلي كان فيها ايه؟ كان العصر الجليدي. ما بقولكش ان مصر كانت كلها جليد، بس مصر كانت فيها جفاف وكانت برد وما فيهاش اي تجمعات سكنيه، ما فيش حضاره، ما كانش فيه حضاره. هيقول لي لا ما كانت مفقوده يعني، بس انت ما دورتش كويس يا سيدي. في اساليب وفي ادوات لعلم الاثار عشان يدلل على وجود اثار، يدلل على وجود حضاره. التربه، تحليل الدي ان ايه، تحليل الاستراتيجرافي اللي هو التسلسل الرسوبي لاي تربه، بتوضح لو كان في تجمع بشري هنا ان شاء الله يا رب من 80,000 سنه بيبان. مصر شريط وادي النيل ده كله ما حصلش عليه تجمع سكاني الا 5,000 قبل الميلاد. انت واعي للكلمه دي؟ مع ثقافاتنا قاده والبداره في اسيوط والفيوم 5,000 قبل الميلاد. قبل كده بتتكلم من 5,000 ل 10,000 اللي هي الفتره المطيره. المصريين او التجمع على في ارض مصر ما كانش على شريط وادي النيل. عشان تبقى فاهم بس ان انت وعيك قد كده، وعيك التاريخي قد كده، وعيك الجيولوجي دي قد كده. كانوا فين؟ كانوا في الصحراء الغربيه، في الواحات. النيل ما كانش حد عايش عليه، الجيزه دي كانت مهجوره وكانت مغموره بالميه، ونهر النيل كان متوحد، ما كانش فيه حياه حضاريه ولا تجمع سكاني في مصر قبل 5,000 قبل الميلاد على نهر النيل. انا بتكلم على ضفاف نهر النيل والجيزه، نتكلم على الاهرامات. فما تقوليش اصل هو يا دكتور اشرف انت زعلان ليه؟ ما هو برضه بيقول ان هم مصريين. هم مين اللي مصريين يا راجل يا اللي وعيك قد كده؟ انت بيضحك عليك. في ناس هيقول لي انت بتكبر الموضوع ليه يا دكتور؟ ما ايه المشكله يعني؟ واحد طلع بفرديه جديده، ايه المشكله؟ انت بتدمر الوعي التاريخي عند الناس، انت بتدمر الهويه المصريه والقوميه المصريه. انت بتخلق اجيال كافره بالعلم والاثار. علم الاثار كافره بيه، علم المصريات كافره بيه. تقول لك دول شويه نصابين. ناس تكتب لي في الكومنتات كده اصل انتوا هتنكشفوا قريب، اصل انتوا البساط اتسحب من تحت رجليكم. ايه ده؟ ايه المصيبه اللي احنا فيها دي؟ يقول لك هو زي حواس قدم شكوى لد وسيم السيسي لان دي جريمه ولازم يخش فيها احمد عدلي. نفس السله بتاعت الاتهام، ترويج اكاذيب وافكار بتهدم الوعي التاريخي والانتماء لمصر القديمه. انت بتضرب في الهويه المصريه بغباء وبجهل وبترويج للخرافه وبتسليم تام. انت مسلم نفسك تسليم اهالي لشويه مخرفين بره. هي في عقده الخواجه دي هتفضل مسيطره علينا للابد. الناس ما بتسمعش غير احمد عدلي بس مش فاهمه اللي هو الثقافه والادبيات اللي هو حاشي بيها دماغه جايه منين؟ جايه من المجموعه المخرفه اللي بره، جرام هانكوك وروبرت بوفال وكريستوفر دان وروبرت شوك. الناس دي كلها والرب الروحي بتاعهم اللي هو ادجار كيسي، ودلوقتي بيلحق بالركب النجم الساطع انشارتد اكس من استراليا. طبعا الناس في مصر ما تسمعش الاسماء ديت. انا متابع، انا عارف المدرسه المخرفه ديت.
في وسط انفعالك وفي وسط ما انت بتوضح مدى خطورة الموقف، وان الموضوع بتاع نظريات التاريخ البديل او الحضارة المفقودة والتكنولوجيا المفقودة بيضرب بقوة في الوعي التاريخي المصري والانتماء للتاريخ المصري وللثقافة المصرية وللقومية المصرية. كلام كبير يعني. واحد يقول لك ايه انت مالك محموق كده؟ طب ما انت مادام انت يعني فقيك قوي وعلامة قوي، ما تقول لنا يا عم الهرم الاكبر ده اتبنى ازاي؟ بلاش تعالى قول لنا التابوت من توابيت السرابيوم دي اتعمل ازاي؟ طيب بص، انا بفرض عشان ده سؤال في منتهى الغباء، سوري ليه يعني، ما اسف يعني، لان بيربط بين حاجتين منطقيا ما يركبوش على بعض. انت عشان مش عارف النو هاو، الكيفيه اللي تم بيها مثلا بناء زي الهرم الاكبر، ومش عارف النو هاو بتاع مثلا كيفيه بناء وتشييد السرابيوم والتوابيت بتاعته كويس، فلنفرض ان علماء الاثار كلهم ما عندهمش فكره. في نظريات انا مش هوجع دماغك بيها دلوقتي، انا هشرحها في حلقات جايه، ده مش وقته. احنا عارفين وعندنا نظريات قويه جدا وادله قويه جدا هقولها في الحلقات الجايه. لكن بفرض، شوف انا همشي معاك، هقعد معاك على القهوه اللي انت قاعد عليها. هنفرض ان احنا ما عندناش فكره نهائيا عن كيفيه بناء اي هرم ولا كيفيه بناء التوابيت، ما نعرفش. بس ده مش معناه، ده بالتبعيه لا يمكن يبقى معناه ان احنا نؤمن بحاجه اسمها حضاره مفقوده. انت ما تعرفش الطريقه اللي اتبنت بيها مثلا بنايه ولا ناطحه سحاب ولا كمبيوتر، مش هتيجي تقول والله الشركه دي ما عملتهاش. انا عندي الادله بتقول ان المصري هو اللي بنى التوابيت دي، ان المصري هو مصر القديم مثلا في الاسره الرابعه هو اللي عمل الاهرامات بتاعه الجيزه. عندي الادله كافيه، عندي سجلات، عندي كتابات، عندي تحليل. انا سايبك تهري يعني. اللي هم اللي بيروجوا لنظريه التاريخ البديل والحضاره المفقوده سايبكم تهروا. ليه؟ انا بقعد مع ناس علماء في الاثار اقول لهم ليه مش بتردوا؟ الناس بيضحكوا يقولوا هنرد على ايه؟ دي خرافه. ليه؟ احنا عندنا تحاليل. انا محلل كربون مشاع كل الاهرامات اللي في مصر، اللي في الجيزه ودهشور وابوصير، كلها تتوافق مع التواريخ الاكاديميه، مع التاريخ الاركيولوجيه للبنى. ولعلمك التجارب بتاعه الكربون المشع اللي طلبها مين؟ الجمعيات بتاعه المخرف اللي هو اللي بيرعى نظريات التاريخ البديل، اللي هو ادجار كيسي بتاع امريكا، هو اللي صرف عليه عشان يثبت ان هو صح. يفهموا الدنيا ماشيه ازاي مرتين. وبعدين في 2013 اكبر معامل اركيولوجيه في اليونان جت عملت تحليل الوهج السطحي اسمه سيرفيس لومينيسنس تيستنج. ده بقى ادق تحليل بيديك عمر الحجر. يديك عمر ايه؟ الحجر. انا مش قاعد في الطراوه، مش قاعد على قهوه معاك. التحليلات بتاعت الوهج الضوئي السيرفيس لومينيسنس تيستنج، وقلتها في حلقات سابقه، حددت العمر الاركيولوجي للحجاره الجرانيتيه مثلا بتاع الهرم بتاع منكورع، بتاع معبد الوادي، معبد ابو الهول، كلها تتوافق مع التاريخ الاركيولوجي. فانا ما عندي، انا مش عايش في ظلام دامس من الجهل. مش عايش، انا مش بخمن، عارف، بس بقول لك بفرض انا ما اعرفش وما عنديش انا بفرض ان انا ما اعرفش اتبنى ازاي. مش عيب. المصري القديم ما كانش معني وما كانش ملزم انه يسيب لك كتالوج او مانيوال يقول لك انا عملت ده كذا، افتح الصفحه الفلانيه عشان تنتقل للخطوه الثانيه. ما كانش ملزم بهذا، وما فيش اي حضاره ملزمه بهذا. في معبد في الهند اسمه كيلاسا، ده معبد معجز، ده اتحفر من البازلت. 2 مليون كتله من البازلت اتحفرت عشان يعملوا المعبد ده. تعال اقول لهم اتعمل ازاي، روح قول لهم اتعمل ازاي، روح بقى شاور عليه. والحضاره ما هم برضو بيقولوا حضاره مفقوده، اللي هم الناس بقى الاجانب. ليه؟ لان ما ينفعش الهندي ولا الافريقي ولا المصري يبقى عنده حضاره وعصر ذهبي من المعرفه والتكنولوجيا زي اللي عندنا دي. ما ينفعش، وهم كانوا في الضلمه، عصور ظلام. ما ينفعش، لازم يشككك في مقدره اجدادك، يقول لك لا ده مش انت، ده اطلانتس، ويبتدي يسرب عليك شويه عملاء مزدوجين زي وسيم السيسي واحمد عدلي. فهنرجع تاني، هي عدم معرفه الكيفيه ما تساويش عدم معرفه الفاعل. انا ما اعرفش، او فلنفرض انا ما اعرفش عملوا توابيت السرابيوم ازاي، مش هعمل زيها، خلاص ارتحت، رفعوا الكتل دي ازاي ما اعرفش. بس ده مش معناه ان في حضاره مفقوده بمنطقيا وعلميا بتاع العلم. عشان لما وانت بتقزقز كده في اللب انت قاعد على الكنبه، ما ينفعش.
يعني عدم معرفة الكيفية لا يساوي عدم معرفة الفاعل. بقول لك بفرض، مع ان احنا علماء الاثار عارفين الى حد كبير ده تم ازاي، بفرض ان هم ما يعرفوش تمام. احنا عندنا جهل تام، ما نعرفش السرابيوم ده اتعمل ازاي، ولا التوابيت اتعملت ازاي، ولا الاهرامات ولا الكتل دي اترفعت ازاي، ما نعرفش. هل ده معناه ان دي حضاره مفقوده؟ لا، مش معناه. معناه حاجه واحده بس، ان العلم الحالي ما زال يبحث في طريقه وكيفيه بناء هذه المعجزات الهندسيه. بس ده المعنى المنطقي والعلمي. انما عشان تقفز الى نظريه بتقول لك ده معناها كده ان في حضاره مفقوده، يبقى انت بتقفز الى الخرافه، بتقفز الى الخرافه. عشان بس ما حدش يقول لي في الاخر طب اعمل لنا تابوت، طب ما تبني لنا هرم. طب ما تنقطنا بسكاتك انت. كفايه جهل، كفايه خرافه. والى حلقه قادمه ان شاء الله.